السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل البريوش أو المنجقونة، زي ما بيقولوا في بورسعيد. هي طبعا عايزة أقول لكم هي أصوله إيطالية أصلا، وعايزة أقول لكم مرتبط طبعا بيوم شم النسيم، هابي إستر يعني. عايزة أقول لكم المقادير. عايزة بيضتين زي ما احنا شايفين، وهحط عليهم معلقة خل. هنحطها مع بعض دلوقتي، أنا مش حطاها لسه. وعايزة كوباية إلا ربع سكر بودر، وعايزة زي ما احنا شايفين كده اقل من المج شوية زبدة او سمنة على زيت ذرة. وكمان عايزة زي ما احنا شايفين كده علبة زبادي. عايزة اقول لكم لو مفيش علبة زبادي ممكن تبدلوها بلبن رايب عادي. وكمان عايزة زي ما احنا شايفين كده ده لبن بودر، عايزة 3 معالق. وعايزة معلقة كبيرة زي ما احنا شايفين خميرة فورية. وكمان معلقة كبيرة ديت بيكنج باودر. وده طبعا كوبايه الا ربع حليب. هتاخد معانا كوبايه الا ربع لكوبايه. دلوقتي هنحط عليهم معلقتين سكر بودر، وكمان هنحط عليهم معلقه الخميره الكبيره. عايزه اقول لكم اللبن لازم يكون دافي. دلوقتي بسم الله. دلوقتي اول حاجه هنعملها هنحط طبعا بسم الله معلقه الخميره على الحليب او اللبن. كمان هحط عليهم بسم الله ادي اول معلقه كده سكر بودر. هنحط معلقتين، ودي كده تاني معلقة. دلوقتي بقى هنقلبهم بسم الله. طبعا هنغطيهم ونسيبهم بقى لغاية ما نحط المكونات كلها على بعض والدقيق وكده. انا طبعا عايزة كيلو دقيق، طبعا يكون منخول. دلوقتي طبعا كده هنجيب اي حاجة نعجن فيها. دلوقتي هنجيب كيلو الدقيق طبعا دلوقتي كده وننخله كويس جدا. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين احنا بننخل الدقيق زي ما انا قلت لكم عايزين كيلو. دلوقتي كده كملنا اهو، بقيت كده كملنا كده. بصوا الدقيق كيلو كله ما فيهوش اي حاجه. بصوا مش طالع منه اي حاجه. هننزل عليه زي ما احنا شايفين كده بمعلقه البيكنج باودر. بعد كده هنحط ذره ملح. هنحط ذره الملح كده، ذره بسيطه يعني كده. كمان دلوقتي كده هنحط زي ما احنا شايفين 3 معالق اللبن البودر. هنقلب بقى كل المكونات كده على الناشف، الدقيق مع الملح مع البيكنج باودر مع اللبن البودر. هننزل دلوقتي بقى بالسمنة زي ما احنا شايفين كده بسم الله. السمنة او الزبدة على الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما احنا شايفين احنا حطينا السمنة والزيت. نقلب بقى كده بايدينا لغايه اما يبقى كده. عايزه اقول لكم زي الحبيبات كده، زي حبه الرمل كده. كده زي ما احنا شايفين بصوا بقى عامل زي حبيبات الرمله كده. دلوقتي بقى هننزل عليه بالبيض، ونحط عليه معلقه خل ورشه فانيليا. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا هنجيب معلقه دي طبعا زي ما احنا شايفين البيض بالطين. هنحط معلقه الخل عليهم، وكمان كده زي ما احنا شايفين معلقه صغيره فانيليا سايله بقى باكت زي ما انتوا عايزين. دلوقتي كده بسم الله هنضيف البيض والخل والفانيليا، وهنضيف معاهم كمان كوبايه الا ربع السكر. كده هقلبهم بقى كل المكونات كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده خلاص الخميره خلاص كده خمرت. دلوقتي هننزل بيها على الدقيق. هننزل بقى بالخميره والحليب او اللبن، وهننزل كمان بكوبايه الزبادي معاهم بسم الله. زي ما انا قلت لكم احنا حطينا الزبادي، اللي ما عندوش زبادي ممكن يحط كوبايه الا ربع لبن رايب. بس هنعجن بقى كله كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده نفضل بقى نلم في العجينه كده لغايه ما تتلم معانا.
يعني بصوا هنحاول 10 دقايق كده نقعد نعجن فيها عشان تتلم. بصوا هي مش بتلزق ولا حاجه، هي طالعه حلوه جدا، بس لازم نقعد نعجن فيها 10 دقايق. بصوا بقى زي ما قلت لكم كده هنفضل 10 دقايق كده نعجن في العجينه ونسيبها ترتاح ساعه، وبعد كده نشكلها زي ما احنا شايفين كده. كده هنسيبها بقى نغطيها بستريتش او تغطوها باي حاجه عندكم زي ما انتوا متاح عندكم او زي ما انتوا حابين. هنسيبها ساعه بقى كده ترتاح زي ما احنا شايفين. بصوا طالعه بجد زي الفل بجد. دلوقتي هنسيبها ساعه بقى ونشكلها، وبعد ما نشكلها برضو هنسيبها وهي متشكله ساعه تاني تخمر، وبعد كده بقى هنخبزها في فرن على 180 درجه. بصوا بقى تكونوا سالقين بيض طبعا، ملونينه بالوان طبعا طبيعيه للولاد. اللي حابب يحط بيض مسلوق فيه هوريكم دلوقتي برضو ازاي، واللي مش حابب براحته. يعني احنا هنعمل كذا شكل كده زي ما احنا شايفين. بصوا تضاعف حجمها. دلوقتي بقى هنشكلها، هناخد قطع صغيره هوريكم ازاي. كده زي ما احنا شايفين كورت كده كور، دول مثلا 6. بصوا بقى هنعملهم كده. ناخد اول كرة كده زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين الشكل ده. هناخد طبعا هنحطها على جنب كده ونعمل تاني واحدة. احنا هنعمل 3 عشان اوريكم هنعمل الضفيرة ازاي. دي تاني واحدة. هنعمل كمان ناخد تاني. دلوقتي هنعمل مع بعض 3 واحدة زي ما احنا شايفين كده. هنجيب الطرف ده كده، وكمان دي هنجيب الطرف كده. بصوا بقى هنعمل زي الضفيرة كده كده. بصوا كده. بصوا بقى هنعمل زي ما انتم شايفين كده عملت شكل الضفيرة. برضو هنعمل كده كده ضفيرة. بصوا هجيبها من هنا كده واتنيها من تحت. دلوقتي كده هنحطها على جنب برضو في صينية او صاج زي ما هوريكم زي ما احنا شايفين كده. بصوا هنحط في الصاج، هنعمل كل الكمية كده وهنسيبها برضو ساعة ترتاح. دلوقتي احنا عملنا شكل الضفيرة، دلوقتي هنعمل شكل تاني زي ما احنا شايفين كده. ده شكل البريوش الاصلي بقى. بصوا هي هتبقى كده برضو هكورها زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده. بصوا بقى من بره لجوه كده هنعملها كده زي ما احنا شايفين كده. بصوا نقفلها من تحت كده. خلاص بصوا كده شكل البريوش الاصلي. هعمل معاكم واحده تاني. دلوقتي برضو انا جبت كرة تاني هعملها معاكم دلوقتي. بصوا برضو من بره لجوه كده زي ما احنا شايفين. بصوا عشان تاخد الشكل الدايره كده، ونقفلها برضو من تحت. ده هنخليها من تحت كده بس. ادي الشكل. دلوقتي احنا جبنا برضو قطعه كده من العجينه وهنفردها بالنشابه او اي حاجه عندكم. زي ما احنا شايفين كده. خلاص ممكن بقى عندكم شوكليت، عندكم اي حاجه، عندكم تونه. بصوا انا جبت شوكليت كده وهحطها كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هقفل بقى كده بسم الله زي ما احنا شايفين كده. هقفل كده. دلوقتي بقى هنقطعها كده زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى بصوا هنمسك الطرف ده كده نعمله بقى كده شايفين. بصوا تاني نحط طرف كده ونرجع نحط التاني كده اهو كده كده. كده خلصنا. بصوا هنتنيها كده هيطلع شكله بصوا تحفة. بصوا كده. طبعا هنعمل العجين كده هنقفلها كده بس. ادي كده شكل تالت. وكده يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده الاشكال اللي انا عملتها. ده كده صاج كبير. هوريكم كمان عملت صاج صغير، وده الصاج الصغير.
بجد جربوه، بجد هيطلع تحفة. دلوقتي هنسيبه ساعة، وبعد الساعة بقى اللي عايزينه نعمله حلو هنحط عليه مثلا كريز، هنحط عليه طبعا سكر بس خشن. وعايزه اقول لكم دلوقتي بقى يعني هنسيبه ساعه بعد ما يخمر كده وترتاح العجينه بقى. دلوقتي هجيب 3 معالق ميه في اي حاجه، يعني مثلا بوله صغيره او اي حاجه، ونص معلقه من السكر البودر عليها، وكمان معلقه من اللبن البودر، ونص معلقه صغيره نسكافيه. هقلب كله في بعض، وبعد كده هجيب الفرشه وادهن بيها كل اللي انا عملته ده. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم اللهم بارك، الكميه طلعت حلوه جدا. من كيلو دقيق لو جبتوه من بره هتجيبوه غالي طبعا، وانتوا ضامنينه في البيت، وبجد طالع تحفه. عايزه اقول لكم بقى دلوقتي هنسلق بيض عشان احطه على البريوش من فوق، الاشكال اللي زي كده احطها عليها من فوق وادخله الفرن، بس لما طبعا زي ما قلت لكم يقعد ساعه يخمر تاني. زي ما احنا شايفين كده انا سلقت البيض طبعا ولوناه انا والولاد. عايزه اقول لكم دلوقتي بقى هنستنى البريش لما يخمر، وبعد كده هوريكم هنحط عليه ازاي او هنحطه جواه ازاي. وكده زي ما احنا شايفين انا دلوقتي حطيت زي ما قلت لكم 3 معالق ميه او حليب براحتكم، وعليه نص معلقه من السكر البودر، وكمان معلقه من اللبن البودر، ومعلقه نسكافيه بس. وهنقلب بقى كله كده مع بعض. ده اللي هندهن بيه وجه كل البروش اللي احنا عملناه، او وش كل البروش اللي احنا عملناه. كده زي ما احنا شايفين خلاص كده خمر. دلوقتي بقى هنجيب طبعا اللي انا قلت لكم عليه طبعا اللبن البودر والنسكافيه وكمان الميه والسكر، وبعد كده هنضربهم كلهم كده زي ما احنا شايفين الفرشه كده. وبعد كده خلاص هنحط زي ما احنا شايفين كده على وش البريوش. دلوقتي بقى بسم الله، بصوا هجيب البيضه كده، اي بيضه بصوا ده كده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما بنجيبها من بره بالظبط. طبعا انا سلقاها زي ما قلت لكم طبعا بمناديل مطبخ زي ما قلت لكم كده. ممكن بقى نمسح كده الحتت دي كده عشان ما يبقاش فيها، بصوا كده بس كده. دلوقتي بقى هندهن برضو الكميه كلها كده. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين كده هنكمل كل الكميه زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو عايزينه حلو يعني عندنا كريز هنحط عليه طبعا، وسكر طبعا حبيبات زي ما احنا شايفين كده بسم الله اهو. برضو كده زي ما احنا شايفين كده بسم الله، زي ما احنا شايفين برضو هندهن كده، ونكون طبعا مشغلين الفرن على 180 قبليها ب10 دقايق او ربع ساعه زي ما احنا شايفين كده بسم الله. هندهن برضو زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا قلت لكم لو في كريز، بصوا دي الكريز هنحطه كده بسم الله. وهنجيب سكر بقى زي ما قلت لكم، سكر حبيبات كده بصوا بسم الله كده. كده عملنا حلو وحادق براحتكم بقى، بجد يا ريت تجربوه. كده زي ما احنا شايفين بصوا بجد طالع تحفه. دلوقتي بقى شغلنا الفرن على 180 من 10 دقايق. دلوقتي بقى هنحطه في الرف الاوسط حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، بس نبص عليه بعد النص ساعه نشوفه لو احمر من فوق خلاص اوكي نطلعه. كمان زي ما احنا شايفين كده خلاص كده دهنا برضو الوش بتاع البريوش ده اول ما نجقونا. دلوقتي كده خلاص تمام كده هنحطه برضو في الفرن زي ما احنا شايفين كده. طلع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تحفه 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 بجد احلى من بره. ده طبعا اللي عملناه بالشوكليت. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده اللي عملناه ساده طلع تحفه. وعايزه اوريه لكم برضو بصوا
بجد من تحت بصوا مستوي وجميل ازاي وطري. بصوا عايزه اقول لكم بجد طري جدا. بصوا بجد طالع تحفه تحفه تحفه. يا ريت تجربوه احسن من بره. ولا طبعا رشيته بميه والله ولا اي حاجه زي ما الناس بتعمل. زي ما احنا شايفين كده بجد البريوش او المنجقونه طالع تحفه. ده طبعا الحلو اللي احنا عملناه بسكر، وطبعا زي ما احنا شايفين كده بالكريز. دلوقتي بجد جربوه طلع تحفة. دلوقتي برضو هوريكم اللي عملناه بالبيض. انا وريتكم كل حاجة لوحدها. وكده زي ما احنا شايفين البريوش او المنجقونة بالبيض زي ما انتم شايفين، سلقناه وبعد كده حطيناه في العجينة وطلع زي ما انتم شايفين، ولا طبعا طق ولا كسر ولا اي حاجة. بجد بيطلع تحفة. يا ريت تجربوه. كده زي ما انتم شايفين جبت لكم من كل نوع واحدة. بجد ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بجد طلع تحفة. يا ريت تجربوه. ودي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الكمية كلها اللي طلعت من الكيلو. بجد بسم الله ما شاء الله. يا ريت تجربوه. هيوفر لكم كتير جدا بصراحة واضمن. وطبعا عايزة اقول لكم انضف وبجد طالع تحفة احسن من بره.